كيبدا الجزء الثاني من مسلسل دو بروتيكتور في اسطنبول سنة 1632. وفي ديك الفترة كان واحد من المحافظين كيبغي بنت من الخالدين سميتها برية، ولكن برية خدعاته واستغلات الفرصة من اللي ما كانش لابس التريكو السحري وقتلاته. ومن ثم بدات عداوة كبيرة بين المحافظين والخالدين، وتأكدوا المحافظين باللي الخالدين ما فيهمش ثقة وعمرهم ما كانوا أوفياء إلا الجماعة ديالهم، حيت الهدف ديالهم الحقيقي هو تدمير البشر باش يسيطروا على العالم. نرجعوا للحاضر وكنشوفوا زينب في السبيطار حيت صابت إصابة خطيرة ملي ضرب الزلزال وغيبات. وهاكان وليلى كانوا جالسين حداها وكيتسناوها تفيق. هاكان كان معصب بزاف حيت فشل في المهمة، ودابا الخالدين كاملين حياو وكاينين في اسطنبول، واكيد كيخططوا لشي حاجه خطيره، خصوصا انهم شفروا منه التريكو السحري وما غاديش يقدر يحاربهم بلا بيه. ليلى بقات كتهضر معاه وكتحاول تهدنه، وقالت ليه انت درتي الجهد ديالك كامل في مهمه وانا غنبقى في جنبك في كاع الاوقات. ولكن وسط الهضره بقات ليلى حايره وقالت انا اللي عاقله عليه كانت فيا اصابه خطيره، كيفاش ما متش وبقيت عايشه. هاكان قرر يقول لها الحقيقه وقال لها انت شربتي من الدم ديال فيصل وهذا الشيء اللي خلاك ترجعي للحياه مره اخرى. ليلى بان عليها الخوف وقالت لي انا ما بغيتش نتحول لوحده من الخالدين. هاكان طمنها وقال لها ما تخافيش وهذا الشيء مستحيل يوقع. وفي نفس اللحظه كان فيصل ومراته كيحتفلوا بمناسبه رجوع رويا للحياه. رويا قالت لي انا خايفه هاكان يحاول يقتلني بالخنجر. فيصل جاوبها بكل ثقه وقال لها هاكان ما غيقدر يدير والو حيت تريكو السحري عندي وبلا بيه ما يقدرش حتى يقرب لينا ولا يأذينا. ولا غدين خرج فيصل في مؤتمر صحفي قدام الناس وقال هو حزين في كمارته انا متألم بزاف على اللي طرا في مسجد ايا صوفيا. تشوفوا تيقوا باللي ماشي هو راس الحربه اللي داير هاد البلبله كامله. وقال لهم عرفت الشخص اللي تسبب في هاد الدمار وجبت التصويره ديال هاكان وقال لهم هذا هو المجرم. ملي هاكان شاف تصويرته في التلفازه خبى وجهه وهرب بالزربه قبل ما يشوفوا شي حد، ولكن هجموا عليه رجال لابسين اللباس تاع السيكيوريتي، ضربوه في راسه غيب وخطفوه. ومن بعد شويه فاق لقى راسه في المقر السري وعرف باللي جماعه المخلصين هما اللي خطفوه باش يحميوه من البوليس. وجات ازرا الرئيسه ديال جماعه المخلصين وقالت لهاكان انت عندك مهمه صعيبه وخطيره بزاف، خاصك ترد البال راسك وتبعد على الانظار حيت الا شدوك ودخلوك الحبس حتى واحد ما غيقدر يوقف الخالدين. وقالت ليه وهي معصبه ملي تفيق زينب غادي نعاقبها عقاب قاسح حيت ما قدرتش تحميك. كان دافع عليها وقال لها زينب في السبيطار بسبابي ودارت المستحيل باش تحميني. ولكن ازرا ما تسوقتش لهضرته وطلبت من الرجال ديالها يمشيو يجيبوها من السبيطار. ولكن في هذه الوقيته زينب كانت فاقت ورجعت للفورماسيان. المخلصين طلعوا لقاوها في الفورماسيان وهجموا عليها وشدوها باش يهبطوها للمقر السري. زينب ما كتسرتش دفلات على وحده وعطات الخونه اللي شدها واحد الكروشي وعلقات. مشات للدار ديالها القديمه وتفكرات بها وشبعات بكاوات. ازرا تعصبات ملي عرفت زينب هربات ليهم، قالت لهم غنعاقبها ونطردها من جماعه المخلصين. هاكان قال لي انا غنسحب من المهمه الا ما كانش معايا زينب وتحرك باش يمشي بحاله. وهما يهجموا عليه المخلصين وشدوه وكتفوه في واحد الكرسي. ازرا قالت لي حنا كنديروا هادشي للمصلحه ديالك. وفي نفس الوقت ليلى كانت في طوموبيلتها كتقلب على هاكان في الشوارع وبدات كتجيها الدوخه وولات كتشوف الضبابه وكتهلوس بفيصل وبقات صايقه حتى لقات راسها قدام الدار تاع فيصل وسولته وهي كترعد ومخلوعه شنو درتي فيا. فيصل جاوبه وهو كيفرنس وقال لها انت وليتي نص خالده ونص بشريه ودابا انا اللي كنتحكم فيك عقليا حيت دمي كيجري في عروقك ومن الاحسن تكوني في صفي وتجيبي لي الخبر ديال المحافظ الا بغيتي ما ناذيكش. في جهه اخرى زينب مشات عند ديره باش تنتقم من الموت تاع بوها وديره بقات كتطلب منها ما تقتلهاش وفي المقابل غتعطيها معلومات خطيره على الخالدين. زينب بينات ليها باللي غتسمح ليها ووافقات على الطلب ديالها وملي خدت منها كاع المعلومات على الخالدين خشات ليها الموت في كرشه وقتلات حبه. من بعد مشات ركبت في طوموبيلتها وهي تسمع في الاخبار باللي هاكان روشيرش ومطلوب القبض عليه وقررت تمشي للمقر باش تنقضه. دخلت كتسلت ولقاتو مربوط في كرسي. دار شاف فيها قالت لي قطع الحس ومشات تفكوه هما يشوفوها المخلصين وهجموا عليها. شير عليها الشعير خوات ليه ودارت عطات واحد الكروش لخيتي في نيفه دوختها. هاكان فك راسه وناض ليهم سبهم وقال لهم يقيس شي واحد تشوفوا الوجه الاخر وهادشي اللي كديروا غلط، حنا فريق واحد وخصنا نتعاونوا. وزينب جابت معلومات خطيره على الخالدين. زينب قالت لهم باللي الخالدين كيخططوا باش يدمروا المدينه ديال اسطنبول كامله ولكن باقي ما عرفتش شنو الخطه تاعهم. في نفس الوقت ليلى كانت كتجري في الغابه هاربه من فيصل حيت مسيطر على عقلها كامل. هو يخرج لها فيصل وقف قدامها وخلاها تخشي مسمار في عنقها والصدمه ليلى ما طرا ليها والو وما هبطات منها حتى نقطه ديال الدم. فيصل قال لها كان خاصني نتاكد باللي وليتي خالده، غير سيري بحالك دابا ملي غنحتاجك غنجيبك حتى لعندي. وهذه هي الخالده اللي كانت قتلات المحافظ في عام 1632 وكنشوفوها في المتحف تاع الاثار مع صاحبها وسرقات واحد الحشره الشكل ديالها غريب وكانت محنطه هذه الاف السنين. هاكان دار اجتماع مع الفريق باش يديروا الخطه اللي غادي يحاربوا بها الخالدين. سولوا زينب وقالوا لها شكون قال لك على الخطه تاع الخالدين. زينب قالت لهم ديره هي اللي قالتها ليا قبل ما نقتلها. في هذا الوقت ليلى جات عند هاكان المقر السري باش تعترف ليه وتقول ليه شنو طرا ليها. يلا بدات كتهضر قالت لي انا ما بقيتش كيف كنت. هاكان قاطعها وقال لها ما تخافي من حتى شي حاجه انا في جنبك وغنحميك وليتي دابا وحده من الفريق تاعنا.
ليلى بدلات الراي ديالها وقررت ما تعترفش ليه حيت كانت خايفه تخسره. شويه جات ازرا وقالت لها كان بغيتك تبعد على ليلى حيت كتشتت الانتباه تاعك وما غتخليكش تركز في المهمه. كان جاوبها وقال لها دخلي سوق راسك شويه وما تدخليش راسك في حياتي الشخصيه، وانا ماشي دري صغير باش تقولي لي شنو ندير. وفي هذه اللحظه سمعوا في الاخبار باللي تسرقات واحد الحشره مسمومه من متحف الاثار، وعرفوا باللي الخالدين هما اللي ورا هذه السرقه. كان قرر يمشي للمتحف هو وزينب وليلى باش يعرفوا شنو كاين. شويه وصلوا للمتحف، زينب لقات واحد الدري خدام تما كتعرفه. كان ملي شافها قريبه خونا غار عليها، واخا هو في علاقه مع ليلى وزير اخي كان واش انت باغي هنا وهنا. خونا قال لهم باللي الحشره اللي تسرقات تقدر تسبب في انتشار وباء ينقرضوا به البشر، حيت الا عضات شخص واحد الوباء غادي ينتشر في العالم كامل وكتاكل اي حاجه قدامها سواء نبات او حيوان ولا بشر. في نفس الوقت واحد من المخلصين كان واقف برا وسمع الحراس كيهضروا على هاكان، حيت شافوه دخل المتحف. شعير بالزربه صيفط رساله لزينب وقال لها على القرى عيطوا للبوليس. ليلى هرسات الدجاج اللي قدامها باش يشعل جهاز الانذار ويقدروا يهربوا. زينب خدات هاكان وعلقوه تخباه في واحد الطارو تاع الزبل. ملي مشاو البوليس خرجوا ورجعوا للمقر بالزربه. زينب بدات كتهضر مع هاكان على الحشره اللي تسرقات، ولكن هاكان ما كانش مركز معاها وكان كيصوني الليله حيت خلاوها بوحدها في المتحف. زينب قالت لي انا ما بقيتش كنرتاح الليله وحاسه مخبي علينا شي حاجه. كان قال لي هذه غير الغيره اللي كتخليك تدوي. زينب تعصبات وطاطوا هاد المسمنه للوجه وسمحات فيهم مشات، وطلع باللي زينب عندها الحق حيت ليلى مشات تلاقى مع فيصل وقالت ليه كاع المعلومات اللي عرفات، وطلبات منه ما يبقاش يتحكم في عقلها ويخليها دير داكشي اللي بغا حيت هي ما باغاش تخون هاكا. فيصل قال لها بلا ما تخوي الحجره وتعذبي راسك، راه غنبقى نتحكم فيك حتى نوصل داكشي اللي باغي. تحكم فيها تاني وخلاها تعترف ليه بالخطه تاع هجوم الخالدين على البشر، حيت الخالدين ما قالوا والو على الخطه ديالهم لفيصل. في الليل مشى دار اجتماع مع الخالدين وعرفهم على ليلى وقال لهم ليلى من هذا النهار ولات واحده من الفريق، ممنوع شي حد فيكم يقرب ليها ولا يأذيها. وفجأة مشى واحد من الخالدين وقف حدا ليلى وهجم عليها باش يقتلها. فيصل شنق على حبه وقتله. الخالدين تصدموا حيت القوه تاعهم كتنقص الا مات فيهم شي واحد. فيصل بدا كيغوت على الخالدين حيت داروا خطه هجوم الحشرات بلا ما يعلموه، وطلب منهم باش يلغيو هذه الخطه وقال لهم ما تنساوش انا السبب باش رجعتوا للحياه مره اخرى، وخاصكم تنفذوا الاوامر ديالي طول ما نتوما عايشين. راس المكور رفض وقال لي الخطه ديالي غنكملها حيت هذه شحال قررنا باش نصفيوها للبشر وخلوهم مشاو، وكنعرفوا باللي رويا مريضه حيت ما خداتش الدم الكافي من المحافظ. فيصل قال لمراته ما تخافيش غنجيب هاكان حتى لعندك وناخذ منه الدم ديالو. لغدين هاكان مشى مع الشعير للجامعه باش يتلاقاو مع واحد الاستاذ متخصص في علم الحشرات. هاكان صون الليله وقال لها اجي عندي، وبالصدفه زينب كانت خارجه من الجامعه وشافت ليلى مع البوليس كتبلغ على هاكان والشعير كانوا مع الاستاذ وسولوه على الاصل تاع الحشره. الاستاذ قال لهم هذه الحشره كانت هذه سنين طويله ملي انتشر الوباء في اوروبا البشر تصابوا بفيروس غريب لحمهم ولا كامل محروق وكيخرج فيهم واحد الحبوب كبير، وفي الاخير ماتوا حيت السم تاع الحشره ما لقاوش ليه علاج، وهاد الحشره انقرضات من زمان. في هاد اللحظه دخلوا عليهم البوليس وحاول هاكان يهرب ورمى على واحد البوليسي غبره ولكن قدروا يشدوه. هاكان بدا كيغوت وقال لهم طلقوني انا المحافظ وبوحدي اللي نقدر نحميكم حيت المدينه تاع اسطنبول في خطر. البوليس يسحب لهم غاش يهبل طلقه عليهم ودوه للسبيطار ديال الحماق، والخالدين قدروا يديروا تكاثر للحشره والعدد ديالها ولا بالالاف، والصدمه حتى رويا ولات في الصف ديالو حيت كانت مأيده الفكره تاع انقراض البشر. ليلى قالت لفيصل مراتك خانتك ولات في الصف ديال الخالدين، ولكن ما تيقاش وقال لها سيري زوري هاكان في السبيطار وخودي الدم ديالو وجيبيه ليا. في نفس الوقت زينب مشات للمنقر وقالت لأزرا ليلى هي اللي مور هادشي كامل اللي كيطرى لينا وهي اللي شكمات بهاكان للبوليس. أزرا ما تيقتهاش وقالت لها انت غير كتغيري منها. زينب تعصبت بزاف وبدات كتغوت عليها وقالت لها علاش حتى واحد فيكم ما بغيتي يقني، وخليتها ومشات ساخطه. مشات للسبيطار باش تزور هاكان ولكن السيكوريتي ما خلاوهاش تدخل. هاكان قرر يعلق لهم من السبيطار وقال لهم بغيت نمشي للطواليت. ملي دخل هرش الترجم وعلق منه وخرج للسطح والجهاز تاع الانذار شعل، والسيكوريتي تبعوه وشدوه في السطح ودخلوه وكتفوه ودقوا ليه واحد المخدر باش ما يتحركش من بلاصتو. زينب شافت ليلى قدام السبيطار شنقات عليها وقالت لها انت السبب في هادشي كامل اللي كيطرى لهاكان. ليلى اعترفات ليها وقالت لها انا وليت واحده من الخالدين وفيصل كيتحكم فيا عقليا وكيخليني ندير داكشي اللي باغي هو وانا ما باغاش، وخشات الموس في يديها قدامها باش تيقها وتثبت لها باللي هي خالده. زينب تصدمات وبقات فيها ليلى بزاف وداتها معاها في الطوموبيل. ليلى بدات كتعاود ليها على الخطه ديال الخالدين وقالت لها هما نجحوا في تكاثر الحشرات، وفي الوقت اللي كانوا كيتكاثروا فيه الحشرات ضرب بحال الزلزال، وإلا عرفنا البلاصه اللي ضرب فيها غنقدروا نحبسوا الخطه ديالو. وفجاه فيصل بدا كيتحكم تاني في العقل ديال ليلى وفقدات السيطره على راسها وحاولت تقلب زينب بالطوموبيل، وزينب غير بزاف باش قدرت تتحكم في الطوموبيل ووقفاتها. ليلى غيبات وفيصل ما بقاش قادر يتحكم في عقلها. في هاد الوقيته مراته تزاد عليها الحال وقرر يمشي عند هاكان بيديه باش ياخذ منه الدم. شويه وصل للسبيطار، دخل عند هاكان وسولو على الخنجر،
حيت بلا بيه ما يقدرش ياخذ منه الدم، وقال لي انا ما جيتش باش نقتلك، انا باغي غير شويه من الدم ديالك، وفك ليه على فمو باش يهضر ويقول ليه البلاصه ديال الخنجر. هاكا بقى كيسب فيه وقال ليه المد ديالك على يدي. فجاه شعل جهاز الانذار والبيوت تاع المرضى كلها تفتحات وناضت البلباله في البلاصه كامله، والحراس خرجوا فيصل من عند هاكان، وهو يجي واحد الفرملي وهرب هاكان بالناموسيه، والحارس اللي كيوقف ليه في الطريق كيعطيه صرخه ديال الكلاب، وفك هاكان وهربوا في لومبيلونس. وهاكان قال لي شكون انت وعلاش كتعاوني؟ قال لي عاونتك حيت انت المحافظ وبوحدك اللي تقدر تنقذ اسطنبول من الدمار. والغريب هاد خونا بوحدو اللي متيق الهضره ديال هاكان. من بعد ليلى وزينب مشاو لمركز الزلازل وطلبوا من الموظف يحدد لهم البلايص ديال الهزات الارضيه اللي طراو مؤخرا في المدينه، ووراهم في الخريطه اخر بلاصه طرات فيها الهزه الارضيه، وهاد البلاصه كانت الكامبو. تحركوا زينب وليلى للكامبو باش يمنعوهم قبل ما ينفذوا الخطه ديالهم، وفي نفس اللحظه هاكان استعمل التليفون ديال الفرملي وصونا لزينب وقال لها انا هربت من السبيطار. قالت ليه نتلاقاو بالزربه في الكامبو حيت الخطه ديال الخالدين غينفذوها اليوم من ورا الماتش، وانا جبت معايا الخنجر باش نصفيوها ليهم. هاكان وصل وبقى كيتسنى زينب وليلى، وهو يبان ليه واحد من الخالدين داخل البيت ديال الحراس، مشى تبعو، والفرملي بقى كيتسنى البنات يجيو. شويه زينب وليلى وصلوا، والفرملي مشى عرفهم براسو ونقات ليهم الباب اللي دخل منه هاكان، وقال لهم انا غنلاهي الحارس وانتم دخلوا وراه. هاكان دخل وهجم على مورغين وبقاو مقاتلين، ضربه فيا ضربه فيك. بريه بغات تهجم على هاكان ولكن زينب هجمات عليها، وليلى لاحت الخنجر لهاكان وقتل واحد من الخالدين، وبريه خدات مورغين وهربوا بالزربه. هاكان صون للبوليس وجاو داو الحشرات، واخيرا تيقوه باللي ماشي مسطي وسقطوا كاع التهم اللي كانوا عليه. هاكان مشى شكر الفرملي وقال ليه بلا بيك ما كنتش غنقدر ننقذ العالم. الفرملي قال لي حتى انت كنتي غدير نفس الشيء الا كان خوك في خطر. هاكان تصدم ما بقى فاهم والو، وكيفاش هما خوت. ملي مشاو للمقر السري الفرملي عرفوا براسو وقال لي انا سميتي ليفينت خوك التوأم. ملي فيصل قتل الوالدين ديالنا وخوتنا التوأميه انا هربت من فيصل ودخلت الغابه وتبعني فيصل وخشى فيا موت ومشى، لكن لحسن الحظ لقاوني عائله من المخلصين ونقدوني ورباوني بحال ولده، وبقاو كيتحولوا بيا من بلاصه لبلاصه باش ما يلقانيش فيصل، حيت الا كنعرف باللي انا باقي عايش كان غيقتلني. والوالدين ديالي اللي تبناوني ماتوا لسبب مجهول. وملي ليفين شاف التصويره ديالو في الاخبار وحابسينه في السبيطار ديال الحماق قرر يساعدو. هاكان قال لي انا فرحان بزاف حيت غنتعاونوا بجوج وننتقموا من فيصل. زينب شدت ليلى من يديها وقالت ليها غتهضري دابا قدام كلشي وخاصهم يعرفوا الحقيقه. ليلى قالت لهم انا وليت من الخالدين من نهار شربت الدم ديال فيصل وكيتحكم فيا عقليا وكيخليني ندير داكشي اللي بغا، وقال لي ما تقدريش تموتي الا بالخنجر السحري ولا يقتلني شي واحد من الخالدين. وفي نفس اللحظه تحكم فيها فيصل وخليها تصوني ليه باش يهضر مع هاكان. فيصل قال هاكان بغيت ندير معاك صفقه، غتعطيني من دمك باش ننقذ مراتي، في المقابل غنحرر ليلى وما نبقاش نتحكم فيها ونرجع لك التريكو السحري ديالك. وطلب منه باش يتلاقاو في القنطره وما يديرش شي حاجه اللي ندم عليها. هاكان مشى عند ليلى وهدنها حيت هي حاسه باللي هي السبب في هادشي اللي طرا لهاكان، وقرر يصيفطها لبلاصه مامنه مع الشعير باش يحميها، وسدوا ليها عينيها باش فيصل ما يعرفهاش فين غاده. هاكان قال الفريق انا غنمشي بوحدي نتلاقى مع فيصل ونقتلو. زينب ما كانتش موافقه وقالت ليه يقدر يقتلك بسهوله حيت انت ما لابسش التريكو السحري. ليفينت قال لهم انا عندي خطه وبدا كيشرح ليهم. فيصل رجع للدار ولقى مراته تاني ماتت وتصدم، صونا ليه هاكان وقال لي انا موافق على العرض ديالك وقطع عليه. من بعد فيصل صونا لمورغين وقال ليه بغيت نشوفك حيت انا هو السبب في الموت ديال عدد كبير من المخلصين. فيصل قال لهم سمحوا لي حيت ما انضميتش ليكم في الاول ومن اليوم غنسمع لهضرتكم في اي حاجه بغيتوها. بريه قالت لي انا بغيت ننتقم من ليلى هي الاولى حيت ولات وحده منا وخانتنا. فيصل قال لهم ديروا اللي بغيتوا ولكن اهم حاجه عندي هي تعاونوني نرجع مراتي للحياه مره اخرى. وهاكان طلب من زينب تمشي مع ليلى حيت كيثيق غير فيها باش تحميها. زينب رفضات وقالت لي بغيت نكون معاك باش نحميك انت. هاكان بقى كيطلبها حتى وافقت، وملي مشات عندها سمعت الصوت ديال المدابزه الفوق، طلعت كتجري لقات ليلى فقدات السيطره على راسها وهجمات على الشعير، دفعتها وخرجات الشعير وسدت عليها الباب. هاكان والفريق وصلوا للقنطره وبداو كيديروا فخ لفيصل. شويه ازرا بدات كتغوت لهاكان، ملي مشى لقى خوه تخطف وهاكان سخط. ملي رجعوا للمقر هاكان كان خايف بزاف على خوه. شويه صونا ليه فيصل ابي الفيديو وراه خوه مربوط. هاكان بدا كيسبو. فيصل قال لي من هنا نص ساعه نلقاك في القنطره وغدير هاد المره شي تصرف غلط غنصفيه لخوك. هاكان قرر يمشي بوحدو وهي تدخل زينب وعرفات باللي هاكان غادي بوحدو عند فيصل وبدات كدابز معاه وقالت ليه يا غتسمع الهضره ديالي ونديروا العمليه بحال ما كنا كنديروا في الاول يا غنمشي بحالي في مره ونخرج من الفريق. وحتى المخلصين الاخرين كانوا ضد التصرفات ديال هاكان وصمموا يمشيو معاه باش يحموه. شويه وصلوا للقنطره. فيصل طلب من سيلان تجيب ليه الدم ديال هاكان وفعلا سيلان مشات عطاتو الدم وطلبات منه يفك ليفينت، ولكن الصدمه ليفينت طلع خائن ودار صفقه مع فيصل باش ياخذ من هاكان التريكو. حاولت سيلان تاخذ ليه التريكو، ليفينت خشى فيها الموس وماتت في البلاصه وناضت بيناتهم فري فاير والقرطاس طاير. وللاسف عدد كبير من المخلصين ماتوا وهاكان تصاب وغيب. من بعد ما فاق لقى راسو في المقر السري وعرف سيلان ماتت وعرف باللي بريه قتلات الشعير وخطفات ليلى. هاكان تصدم وبقات فيه سيلان بزاف وقرر يمشي يقلب على خوه.
ليفينت مشى للبار وبدا كيجريسي الناس، وهذا الموسطاج جبد السلاح وتيرا فيه. ليفينت الميكروب كان لابس تريكو وباقي كيضحك حيت عارف حتى واحد ما غيقدر يقتلو. وبريا ومورغين كانوا كيعذبوا ليلى بدات كتطلب منهم يقتلوها ويرتحوها من هذا العذاب، وهو يقرب ليها مورغين وخنقها. فيصل مشى عند مراته وشربها الدم ديال هاكان وحيا الثاني. من بعد هاكان مشى للدار فين ساكن خوه وسول عليه في الدرب واحد الراجل، قال ليه ليفينت نصاب معروف وعائلته اللي تبناوه كانوا كيعانيو معاه، ونصب على بزاف ديال الناس من بينهم واحد المدير ديال البنك مشهور، والمدير ديال البنك انتقم منه وقتل ليه والديه. وهاكان عرف باللي خوه غادي يمشي ينتقم من المدير تاع البنك. من بعد هاكان مشى عند زينب وطلب منها تعاونه، وقال لها باللي الشعير وسيلان تقتلوا وخويا طلع خائن وغدر بينا. زينب تصدمات وقالت ليه انت السبب في هادشي كامل اللي طرا. قال لها عارف انا السبب في هادشي وبغيت نصلح الغلط ديالي وبغيتك تساعديني. زينب قالت لي انا قررت نسافر لندن وندخل لجامعه اكسفورد حيت ما بقيتش قادره نتحمل المسؤوليه ديال هادشي اللي كيطرا هنا. هاكان قال لها ما صدقتيش وخلاها ومشى. وصلنا الازرا باش تعاونوا، وقالت ليه ليفين سرق بنك اسطنبول اليوم وعطاتو العنوان ديال المدير تاع البنك. هاكان مشى بالزربه للعنوان ولقى ليفين مكتف المدير وكيعذبو. ليفين قال هاكان هذا هو اللي قتل العائله اللي تبناتني ولا داك الشيء يستاهل الموت. هاكان بدا كيهدن فيه وقال لي انا فاهم الغضب ديالك ولكن الموت ديال هذا الراجل ما غير بدل والو وما غير رجعش لك والديك. هاكان منين شافو ما سمعش ليه هجم عليه وطيحو الارض. المدير تاع البنك فك راسو وعلق، وهاكان بقى كيهدن خوه وداه معاه في الطوموبيل باش يرجعوا للمقر السري. ليفين تعرف الغلط ديالو وبقى كيطلب السماحه من هاكان ورجع ليه التريكو باش يثبت ليه باللي النيه ديالو مزيانه، وقرر هاكان يعطيه فرصه اخرى حيت هو مخوط. وبريا شربات الدم ديالها الليله باش تبقى هي اللي تتحكم فيها، وبقات كتعذبها حتى وصلت لعقلها وقدرت تتحكم فيه، وامرتها تمشي تقتل هاكان. في هذا الوقت هاكان وصل لمقر مع خوه. ازرا منين شافته تعصبت عليه وقالت لي علاش تقتي في هذا الميكروب مره اخرى. هاكان قال لها كل شيء يستحق فرصه ثانيه باش يصلح الغلط ديالو، وليفين تبت لي حسن النيه ديالو ورجع لي التريكو. ازرا قالت لي انا حذرتك من هذه الكماره وانت دير اللي بغيتي، وسولاتو على زينب فين غابره. قال لها زينب غتمشي لندن وما تزيديش تجبديها ليا حيت قررت تخلى علينا بسهوله. وفجاه جات ليلى وهاكان وفرح بزاف من اللي شافها وقال لها فين كنتي وكيفاش حتى هربتي لبريه. ليلى قالت لي انا ما عاقله على والو. هاكان داها لواحد الدار بعيده باش يحميها، وفي الليل مشى هاكان للدار تاع فيصل باش يقتلو باش ما يبقاش يتحكم في العقل تاع ليلى. فيصل قال لي جيت العنوان الغلط حيت بريه هي اللي كتحكم فيها حاليا ماشي انا، على داك الشيء خاصك تقتلها هي وهي تدخل عليهم رويا. وبدات كتيري في هاكان. هاكان طاح الارض ولكن كان لابس تريكو ما طرا ليه والو. رويا وفيصل ركبوا في الطوموبيل وعلقوا. رويا وقفت الطوموبيل في الطريق وهبطات وبدات كدابز مع فيصل وقالت ليه انت السبب حيت عطيتيه التريكو. قال لها انا درت هادشي حيت كنبغيك. رويا قالت ليه العلاقه ديالنا من الاول كانت غلط حيت بسبب الزواج ديالنا القوه تاع الخالدين كتنقص، وخلاتو ومشات. شويه هكا وصل عند ليلى وقال لي علاش خبيتي عليا الحقيقه. ليلى حلفات ليه وقالت لي انا ما بقيت عاقله على حتى حاجه. هاكان طيقها وقال لها كنواعدك ما يزيدوش يقربوا لك الخالدين. في هاد الوقيته كنشوفوا ليلى في المحطه كتسنى الترونسبور اللي غيديها للمطار، وهي تجي عندها ازرا وطلبات منها ترجع للفريق حيت هي اقوى وحده فيهم وكلهم محتاجينها. زينب قالت لها غير سمحي لي يا خالتي وخلاتها ومشات. بريه صونات ليلى وقالت لها كنتسناك تقتلي هاكان. ليلى قالت لها ما غنقدرش نقتلو حيت كنبغيه. وهاكان فايق وسمع كل شيء ودار راسو ناعس. شويه مشات ليلى تلاقى مع بريه وقالت لها انا ما غنقدرش ننفذ المهمه ونقتل هاكان. فجاه هاكان خرج من وراها وخشى فيها الخنجر وصفاها الحبه، وكنعرفوا باللي ليلى قالت كل شيء لهاكان من اللي فاق من الناس، واتفقوا هو وياها باش يديروا فخ لبريه ويصفيوها ليها. وفي نفس اللحظه وصلت زينب للمقر السري وقالت لازرا انا فكرت في الهضره ديالك وقررت نرجع للفريق وما نسافرش. ليفين تعطاها العنوان تاع المخبأ ديال الخالدين. زينب مشات للمخبأ وملي وصلت لقات فيصل بوحدو كيبكي وكيشرب، وقال لها انا ما بغيتش ناديك، وبدا كيشكي ويبكي عليها وشبعان اكتئاب. وقال لها رويا خدعتني وشفرت لي الشركه وانا درت كل شيء على ودها، ها اللي عاود. وبغيت نقول لك رويا كتحكم في ليلى وغتخليها تقتل هاكان، ولكني مصيبه هاد ليلى تحكموا فيها كاملين. زينب مشات بالزربه ركبت في طوموبيلتها باش تنقذ هاكان. ملي وصلت عنده لقات ليلى هاجمه على هاكان بالخنجر باغا تقتله. زينب جات كتجري دفعتها ودات ليها الخنجر وقتلتها. هاكان تدمر وبدا كيغوت وكيبكي وقال لزينب علاش درتي هادشي. قالت ليه ما كان عندي حتى حل اخر باش نحميك، وبالرجوله ليلى ما تستاهلش هاد الموت. هاكان قرر يبعد على الفريق ومشى يعيش في بلاصه بعيده غير بوحده بحال ما خصني انا. وزينب كانت حاسه بتأنيب الضمير ودازوا الايام وديما كتقلب على العنوان ديال هاكان حتى لقاته ومشات عنده. هاكان غير شافها بدا كيغوت عليه وقال لها سيري بحالك ما ترجعيش توريني وجهك مره اخرى. زينب هزت الخنجر ودارته في عنقها وقالت ليه قتلني الا كنتي غترتاح. جبدات التليفون وراته المؤتمر الصحفي اللي دارت رويا وقالت فيه باللي اخترعت دواء جديد غيبدل العالم كامل. زينب قالت ليه رويا كتخطط لشي حاجه جديده اللي غتمسح بها البشريه. هاكان قال لها ما سوقيش انا وما غنديرش هاد المهمه وخلاها ومشى. زينب خدات التريكو والخنجر ورجعت للمقر، ولاحظوا هي وازرار الرمز اللي في التريكو شاعل فيه الضوء، ومشاو كيقلبوا على داك الرمز وعرفوا باللي هذا الرمز كيخص المحافظ السابع اللي تقتل والخنجر السحري في يديه. وفجاه سمعت زينب الصوت تاع التقرقيب، مشات تشوف شكون، لقات هاكان
وقال لها انا غنقتل الخالدين اللي بقاو بيدي وما بغيتكش هاد المره تجي معايا حيت ما بغيتش شي حد اخر يموت بسببي. فهاد الوقيته كنشوفهم سخوط الوالدين تاع ليفينت مع رويا وطلعوا مرتبطين ورويا خدعاته وقدرت تخليه يبغيها باش تستغله. لغدين هاكان مشى للشركه وهو يصوني ليه فيصل قال لي اجي عندي نعطيك معلومات خطيره على الخالدين. هاكان مشى عنده ولكن فيصل كان داير ليه فخ وحبسه وسد عليه وقال لي انا غندير المستحيل باش رويا ترجع ليا وليني طلعت مدلول اخي فيصل. ورويا سمحات فيا وانضمات لجماعه الخالدين باش تقضي على البشر حيت هذا الهدف تاع الخالدين من شحال هادي عكسي انا اللي كنت باغي نرجع غير مراتي. عاوتاني لبكاو الشكا ومراتي سمحات فيا وصافي اخي فيصل. هاكان خلاه حتى تلاها بالهضره وفك دوك الحديدات وخرج وقف على حبه وهجم عليه بالخنجر باش يقتله. الخنجر طاح ليه وخداه فيصل وضربوا به والصدمه هاكان تجرح وكان لابس تريكو وهادشي معناته التريكو مابقاش خدام. زينب وازرا مشاو عند واحد شيباني من جماعه المخلصين وسولوه على التريكو علاش داك الرمز شاعل بالضوء. قال لهم الشيباني هذا الرمز الا شعل معناته شي واحد من النسل تاع المحافظين بغى شي وحده من الخالدين وهاد العلاقه كتبدل المفعول السحري تاع التريكو والخنجر. وعرفوا داك الصقع ديال ليفانت هو اللي دارها ودخل في علاقه مع رويا. وفيصل مشى للشركه وشاف رويا وليفانت عايشه الرومانسيه مشى عندها وقال لها انت كتخونيني مع واحد من المحافظين وعارفه هادشي مخالف للقوانين تاع الخالدين. رويا قالت لي انا كنستغلو باش نصفيوها للبشر وملي غنكمل المهمه ديالي غنقتل ليفانت وسير غبر عليا وجهك وما ترجعش عندي مره اخرى. وفي الليل هاكا تسلل الشركه في الوقيته اللي كانوا كيسلموا فيها الجرعه الاولى ديال الدواء لرويا. وزينب جات باش تقول ليه باللي التريكو والخنجر ما بقاوش خدامين. فجاه مورغان سمع الصداع برا خرج باش يشوف شنو واقع. لقى زينب وجبد الموس باش يقتلها. هو يخرج ليه هاكان وخشى فيه الخنجر تصدم ملي ما طرا ليه والو. وهاكان وزينب هجموا عليه. هاكان عطاه واحد الركله للوجه جابوه وسط البيت وسدوا عليه وعلقوا ومشاو للفورماسيون. وزينب بدات كتعالج ضربي تاع هاكان وقال لها ما تحاوليش تنقضيني مره اخرى حيت انا كنخاف عليك وما بغيتكش تاذي بسببي. وهو يجي عندهم المدلول تاع فيصل. زينب هزت عليه السلاح قال لهم انا جاي نعاونكم وجبد واحد القريعه فيها شويه من الدواء اللي صنعت رويا وقال لهم الدم تاع المحافظ هو المكون الاساسي في هاد الدواء. فتح القرعه وكب شويه على الربيعه وتشوطات في البلاصه وكمل هضرته وقال لهم رويا خدت الدم من ليفانت حيت من نسل المحافظين. انا باغيكم تعاونوني باش نصفيها لمورغين ورويا ترجع لي مره اخرى. هاد فيصل باقي كيقلب على رويا المصيبه وفي المقابل غنعاونكم باش نمنع انتشار الدواء اللي صنعه. دطرها كان يوافق على العرض ديالو ومشى عند المخلصين وقال لهم هاد المبطبط الوجه تاع فيصل غيكون معانا في الفريق. زينب قالت لهم انا عشيرتي وسيطه روحانيه تقدر ترجع القوه تاع التريكو والخنجر. لغدين مشاو عندها شدات التريكو والخنجر قالت لهم كاين جوج حلول. الاول تقتلوا المحافظ ليفانت والثاني كان يتواصل مع الادوات السحريه بالدم ديالو. شدات ليه يدو وجرحاته وبدات كتنزل نقاط تاع الدم على التريكو ولكن الواسطه قالت ليه انت كتحس بتانيب الضمير بسبب الناس اللي ماتوا بسببك وطول ما انت عندك هذا الاحساس ما غتقدرش تواصل مع التريكو والخنجر. ومن بعد مشاو بحالهم. هاكان قال لهم غنتلاقى مع ليفانت باش نقول ليه رويا كتستغلك. صونا ليه ودار معاه تلاقى مع اخوه وطلع مدلول اكثر من فيصل. قال لي انا عارف الحقيقه من الاول وعارفها كتستغلني ولكن شايف الانقراض تاع البشر احسن حل حيت البشر اخطر كائنات على وجه الارض وانا باغي نكون واحد من الخالدين. ورويا وعداتني غتحولني من بعد ما تنجح المهمه. هاكا نحاول يفهموا باللي غير كيخربق وهادشي اللي كيدير غلط ولكن ليفانت كان عقله مغسول وهو يشدو هاكان اجي لهنا عطاه واحد الكروشي وتكبتات بيناتهم ولكن ليفانت قدر يغلب هاكان وخلاه منشور دوده في الارض ومشى. شويه وصلت زينب وقلبها كان غيوقف ويسحب ليها طرات لي شي حاجه وبالحماس قالت لي انا كنبغيك من اول مره شفتك فيها. وملي قربت منه شافت الرمز تاع التريكو تختفى وقالت لي التريكو رجع خدم. وباش يتاكدوا قال لها خشي فيا الخنجر. ملي بغات تخشي فيه الخنجر ضربات وطاحت الارض وفرحوا بزاف حيت القوه تاع التريكو ورجعت قوه من الاول وفرحوا بزاف وعنقوا بعضياتهم ورجعوا للمقر وعاودوا للفريق شنو طرا. هاكان قال لهم انا درت GPS في الحوايج تاع ليفانت باش نعرف البلاصه تاع الخالدين واستعدوا باش يهجموا عليهم. ملي وصلوا للبلاصه تاع الخالدين هاكان طلب منهم يتفرقوا في البلاصه باش يامنوا ليه الطريق. هاكان واخيرا قرر يعترف بالحب ديالو لزينب. من بعد مشى مع فيصل وسمعوا الصوت تاع السلاح وهي تلاح من الفوق الجثه تاع ازرا جات قدامه وليفانت هجم على زينب وبقاو مقاتلين وهي تشدو زينب طيحاتو الارض وخنقاتو برجلها حتى غيب وناضت بين هاكان ومورغين وهاكان قدر يصفيها ليه. فيصل مشى ياخذ رويا باش يهربوا ولكن زينب وهاكان ما خلاوهش. فيصل وجه البطبوطه جبد سلاح وتيرا في زينب. هاكان بقى كيغوت وكيحاول يوقف النزيف. زينب طلبات منه يمشي مور فيصل ورويا باش ينقذ العالم ويخليها وماتت زينب وهاكان دمر عليها وبدا كيبكي وكيغوت وحس بالذنب حيت ما قدرش يحميها. شويه كنشوفوا ليفانت فوق القنطره وجبد القرعه تاع الدواء اللي صنعهم يلا غيخويها في واحد السد بين واحد الشخص غريب وتيرا فيه. وفي الجزء الثالث غنعرفوا شكون هذا الشخص. وهنا كنكونوا سالينا الجزء الثاني من المسلسل. كان معكم المقشر. الى عجبك المحتوى ما تنساش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد وتهلاو ليا في راسكم.